القصة ديال اليوم هي واحد القصة مختلفة تماما عن باقي القصص. قصة اللي بدات بالتعارف والشات في مواقع التواصل وسالت بنهاية غير متوقعة. الناس اللي كتآمن بالحب والتعارف عبر الانترنت، هاد القصة خاصكم تسمعوها مزيان لأن فيها عبرة وأكيد غادي تستفدوا منها. البطلة ديال القصة سميتها نادين. نادين تزادت في بريطانيا سنة 1986، مسلمة من أب ليبي وأم إنجليزية. عندها جوج ديال الخوت، عندها أخ كبر منها وعندها أخت صغر منها. العائلة كاملة بطبيعة الحال متشبتة بالدين، والبنات دايرين الحجاب ديالهم بالرغم من أنهم في مجتمع غير مسلم. نادين كانت مختلفة تماما على الإخوة ديالها، كانت متميزة، ظريفة، اجتماعية، كل شيء تيبغيها في العائلة وفي الأصدقاء. كذلك كانت بنت متعاونة، كتبغي تعاون الناس، أي واحد تيوقف عليها كيلقاها. كاع الناس اللي في المحيط ديالها كانت عزيزة عليهم، وأي واحد كيتعرف عليها كتدخل ليه الخاطر من أول نظرة. نادين من الأيام ديال المدرسة كانت تعرفت على واحد الولد تيسكن حتى هو في نفس المنطقة، وكانت هي وياه في علاقة. هاد العلاقة دامت لمدة طويلة حتى كملوا الدراسة ديالهم وحسوا براسهم بأنهم وصلوا لواحد المرحلة ديال النضج، فقرروا بجوج أنهم يتوجوا هاد الحب بزواج. فعلا هاد الشيء اللي غادي يكون، غادي تزوج نادين بهذاك الشخص اللي كتبغي وغادي تمشي وتنتقل العيش معاه. دازت أشهر قليلة وبدات الخلافات بيناتهم. بمجرد أنهم سكنوا في دار وحدة، كل واحد بدا كيكتشف الآخر، ولات بيناتهم اختلافات كبيرة، فما غاديش يكملوا العام وغادي يطلقوا سنة 2012. هذا الانفصال كان ليه واحد الوقع كبير على النفسية ديال نادين، فبحكم أنها كانت كتبغيه بزاف من الطفولة ديالها والعلاقة اللي كانت بيناتهم كانت مدة طويلة، دخلت نادين في اكتئاب حاد وحالتها النفسية تدهورات وما بقاتش نشيطة كيف الأول، ولات غير سادة على راسها في البيت ديالها. العائلة ديالها بداو كيفكروا كيفاش يساعدوها ويخرجوها من هاد الحالة اللي وصلت ليها، واقترحوا عليها أنها ترجع للدراسة ديالها باش تعمر الوقت وما تبقاش تفكر في هذه التجربة الفاشلة. داكشي اللي دارت، مشات وتسجلت في واحد الجامعة، وقررت أيضا أنها تنفصل على العائلة ديالها وتستقل وتمشي تعيش بوحدها. فعلا مشات وكرات واحد الشقة اللي كتواجد بالقرب من الدار ديال العائلة ديالها باش تبقى قريبة ليهم ويزوروها في أي وقت. نادين من بعد الطلاق ولات كتحس بالمسؤولية أكثر، فبالموازاة مع الدراسة ديالها بدات كتخدم باش توفر المصاريف ديال الدراسة وكذلك المصاريف ديال البيت. المهم قررت أنها تعول على راسها وتوقف على رجليها من الأول. دازت واحد المدة، الأم ديال نادين لاحظت بأن بنتها بالرغم من هذه التحولات كاملة اللي دارت إلا أنها مازال كتبان عليها العلامات ديال الحزن، ومازال ما رجعتش ليها هذيك الحيوية والنشاط اللي كانت معروفة بها من قبل ما يوقع لها داك المشكل ديال الطلاق. فهنا الأم ديالها ما قدرتش أنها تبقى تشوف بنتها في ديك الحالة، وحاولت تساعدها وتخرجها من هادشي اللي هي فيه بأي طريقة، حيث عرفت بأن بنتها محتاجة يكون في حياتها راجل اللي يكون سند ليها وتكون سند ليه في هذه الحياة، وهكا هذا الشخص هو اللي غادي ينسيها في الماضي ديالها وتبدا حياة جديدة. فمشات الأم وجلست مع بنتها وهضرات معاها وقالت ليها باللي خاصك تعطي لراسك فرصة أنك تعرفي على شي شخص وما تبقايش سادة على راسك ودايره الحواجز بينك وبين الناس. قالت ليها بنتها كيفاش غادي ندير هذا الشيء وحنا المدينه اللي ساكنين فيها ما فيهاش بزاف ديال المسلمين، واصلا بين القرايه والخدمه ما كاينش حتى الوقت باش نتعرف على شي واحد، وهذا الشيء اللي قلتي ليا ما يمكنش نجي ونطبقه بسهوله. فهنا الام ديالها غادي تقترح عليها انها تدخل هذوك المواقع ديال التعارف الخاصه بالزواج، بالحق يكون موثوق فيها، وهكا غادي يسهل عليها الامر انها تتعرف على شي واحد. في الاول نادين ما عجبتهاش الفكره، ولكن الام ديالها حاولت تقنعها، قالت لها بالعكس راه غادي تتعرفي على عادات وثقافات جداد وانت غير في المنزل ديالك،
ما تحتاجي لا تسافري ولا تخرجي، وممكن هذا الراجل يكون مناسب لك وتلقيه ولد الناس ويعجبك، وبطبيعة الحال القرار الأخير كيبقى لك انتي اللي غادي تختاري. نادين من بعد فكرت في هذا الشيء وعجبتها الفكرة، وداكشي اللي دارت فتحت واحد الحساب في واحد الموقع ديال الزواج سميتو مسلم ماتش، وضعت فيه الصور ديالها والمعلومات والمواصفات ديالها. وايضا في هذا الموقع هذا كيطلبوا منك انك تحطي الشروط والمواصفات اللي تبغيها توفر في الزوج المستقبلي. المهم نادين كانت واضحة وصادقة في هذا الموقع، وبما انها بنت مسلمة ومتحجبة وزوينة، مباشرة من بعد ما فتحت الحساب ديالها جاوها بزاف ديال العروض وغادي يبغيو يتعرفوا عليها بزاف ديال الشبان. فحارت بزاف شكون تختار بيناتهم، وقع الاختيار على واحد الشاب سميتو سامي. سامي غادي يقدم ليها نفسه، غادي يقول ليها بلي حتى هو مسلم ورجل اعمال خليجي من مواليد 1969 وعايش في نيويورك. سامي منين شاف الصور ديال نادين عجبته بزاف في الشكل ديالها والشخصيه ديالها، وكذلك الطريقه اللي كانت كتهضر بها، بنت ليه بنت مثقفه انسانه واعيه وكتعرف كيفاش تهضر، فغادي يحاول انه يتقرب ليها شويه بشويه. طبعا نادين حتى هي غادي يعجبها الحال بزاف، لانها لقات شخص من نفس الدين ونفس العادات والتقاليد وايضا لاباس عليه، يعني غادي يعيشها عيشه ديال الاحلام، زياده على انه من خلال الهضره ديالو لقاتو شخص مربي ومعقول وباين عليه ولد عائله. عجبها الاسلوب ديالو في الكلام والطريقه ديال التعامل، فقررت انها تعطيه فرصه. لكن نادين قبل ما تاخذ اي خطوه بغات تتاكد، وخدات الاسم ديالو الكامل وقلبت عليه في مواقع التواصل الاجتماعي، وفعلا تاكدت بانه رجل اعمال ولا باس عليه وانسان مثقف من خلال الصور ديالو اللي كيدير في الفيسبوك وفي الانستغرام. كيجلس في اماكن راقيه، كل مره كيتصور بسياره جديده، كيسافر، كيمشي للوطيلات الغاليين. الناس ايضا كانوا كيعلقوا ليه على الصور ديالو وكان معروف. فنادين منين شافت هذا الشيء حسات بانه فعلا ما كيكذبش عليها وكان صادق معها، وبالفعل هو من الاغنياء ديال نيويورك. فقبلت بالتعارف وقررت انها تبدا صفحه جديده في حياتها مع هذا الشاب. المهم تعرفوا على بعضياتهم. قال لها سامي باللي حتى هو من الامارات، ومنين كان صغير العائله ديالو انتقلت لنيويورك، وقال لها ايضا بان الاب ديالو رجل اعمال ودبلوماسي وكيشتغل في الامم المتحده. نادين بعد ما عرفت هذا الشيء فرحت بزاف وقالت باللي هذا هو الشخص اللي كنت كنقلب عليه من شحال هادي. وبحكم انهم كانوا بعاد على بعضياتهم، هي في بريطانيا وهو في امريكا، كانوا تيهضروا في سكايب تقريبا 24 ساعه على 24. التواصل بيناتهم كان دائم، وحسوا بان بيناتهم واحد التفاهم كبير. سامي ولا تيبغيها بزاف، ولا متعلق بها لواحد الدرجه كبيره. بدا كيصيفط ليها الهدايا، كيصيفط ليها اخر ما كاين في التليفونات، كيصيفط ليها بيسي بورطابل، كيصيفط ليها ايضا حتى الفلوس باش تعاون راسها في المصاريف ديال الدراسه. وواحد النهار فاجئها وصيفط ليها مبلغ مالي كبير باش تشري بها سياره وتبدا تنقل بها باش تكون مرتاحه. هادشي كامل غادي يخلي نادين تفرح بزاف، وغادي تولي حتى هي كتبغيه لواحد الدرجه كبيره. بقات الامور بيناتهم بحال هكا مده شهور، حتى لواحد النهار في 2013، النهار اللي غادي يقرر فيه سامي انه يمشي لعندها حتى لبريطانيا ويكون اول لقاء بيناتهم. نادين خبرت العائله ديالها وعاودت ليهم على سامي، وقالت لهم باللي راه جاي من نيويورك غير باش يشوفها ويتعرف على العائله، ومن بعد التعارف غادي يديروا بطبيعه الحال الخطوبه ومن بعد يتزوجوا. المهم هادشي اللي كانوا متفاهمين عليه. العائله ديال نادين غادي يفرحوا بزاف ليها، لان فعلا شافوا بنتهم فرحانه وتعافت من هذاك الاكتئاب اللي كان فيها، فاكيد غادي يرحبوا بالفكره. فعلا سامي غادي يمشي لبريطانيا وغادي يزور نادين والعائله ديالها. الوالدين ديالها غادي يعجبهم سامي بزاف، شافوه بانه رجل محترم ودخل الدار من بابها وجاي وناوي المعقول، وبين على الجديه ديالو. كذلك رجل مسلم والحاله الماديه ديالو اكثر من ممتازه، يعني انسان قاد على المسؤوليه، فما كان حتى شي سبب اللي يخليهم انهم يرفضوه.
الزيارات ديال سامي لنادين ولات كتكرر كل مرة، كدوز واحد الأشهر قليلة وكيعاود يمشي عندها مرة أخرى، وهنا توطدات العلاقة بيناتهم. كان ديما تيعاود ليها على حياته الشخصية، وكان تيقول ليها باللي هو عاد خرج من واحد الفترة اللي كانت صعيبة بزاف. قال ليها باللي كان مدمن على الكحول، وكان كيعاني من مشاكل نفسية، الشيء اللي أثر ليه على خدمته وعلى علاقته بالعائلة ديالو، لدرجة أنه واحد النهار حاول أنه ينتحر. ومن بعد ما دوز هاد المرحلة قال ليها باللي كان تيقلب غير على شي بنت اللي يتزوج بها باش يستقر وتكون ليه سند في الحياة من بعد هاد الفترة الصعيبة اللي دوز. فنادين من قال لها هاد الشيء فرحت بزاف، لأنه حست به فعلا بأنه صادق وفعلا باغي يتزوج بها وباغي يستقر. المهم الأمور بقات غادا بحال هكا حتى لواحد النهار سنة 2014 في شهر شتنبر. واحد النهار سامي غادي يعرض على نادين انها هاد المره هي اللي تزورو وتجي وتشوفو في امريكا. قال لها اجي عندي لنيويورك باش نساريك وتعرفي على بلايص جداد وندوزو العطله مجموعين. نادين عجبتها الفكره بزاف ومشات وقالتها لوالديها، ومن بعد الموافقه ديالهم غادي تمشي وتسافر لامريكا. تلاقت مع سامي، دوزت شي ايامات تما ورجعت. لكن نادين فاش رجعت بحال الا هزيتي بنت وحطيتي بنت، جات وهي محطمه وغير ساكته ما كتهضرش، وعندها بعض الكدمات في الوجه وفي الجسم ديالها. العائله ديالها تخلعوا بزاف وعرفوا بان سامي دار ليها شي حاجه. جلست معاها الام ديالها وقالت ليها شنو وقع بيناتكم. فهنا نادين غادي تنهار وغادي تبقى غير كتبكي. قالت لامها باللي سامي تعدى عليا، واكتشفت بان داكشي كامل اللي كان تيقول ليا كله كذوب. سيد مدمن على الشراب، كيشرب يوميا وما كيسحاش. وعرفت ايضا بانه ماشي مليونير وماشي من الطبقه الغنيه نهائيا، عنده الفلوس، خدام عادي، ولكن ماشي غني وماشي رجل اعمال كيف ما كنت يقول ليها. داكشي اللي كان تيبين ليها في التصاور في الفيسبوك وفي الانستغرام كله كان كذوب واوهام. ومنين هي مشات لعنده واكتشفت هادشي كامل، تناقشت معاه وقالت لي علاش كذبتي عليا وعلاش العلاقه ديالنا تبدا هكا بالكذوب، كان خاصك تكون صريح معايا من الاول. فهنا سامي غادي يحيد القناع ديالو وغادي يولي شخص اخر. بداو كيتناقشوا، من بعد بدا كيضربها وكيغوت عليها وشدها وحتى جزها عنده في الدار وبدا كيتعدى عليها يوميا. ما تفكت منه غير بالسيف، ووعدته بانه هاد الشيء هذا اللي وقع بيناتهم ما تقولوا لحتى شي واحد، لانه بقى كيهددها. هاد الشيء كامل عاودته نادين للام ديالها، والام ديالها غير مصدومه. بقات فيها بنتها بزاف وحست بتأنيب الضمير لانها هي مولات الفكره، وهي اللي قالت لها تمشي تتعرف على شي واحد من المواقع ديال التعارف. ولكن واخا هكاك قالت لها ما خاصناش نسكتوا على هاد الشيء، خاصنا نوقفوه عند حده. غادي تنوضي وغادي ديري به شكايه عند البوليس، هاد الوحش خاصو يتعاقب. فعلا داكشي اللي دارت، مشات وشكات به عند البوليس وعاودت لهم كاع داكشي اللي وقع، وبلوكاتو ايضا من الفيسبوك ومن كاع مواقع التواصل الاجتماعي باش ما عمرو يتواصل معاها وتنهي العلاقه معاه في مره. دازت واحد الايام ونادين بدات كتجيها رسائل كلها تهديدات وكلها سب وشتم من طرف سامي، ووصلت به الدرجه انه بدا كيهددها بواحد الصور ديالها اللي مخله بالحياء. صورها فاش كان كيتعدى عليها وهي كاع ما عيقاش، وقال لها باللي الا ما سحبتش الشكايه غادي يشوهها وغادي يلوح هذوك الصور كاملين في الانترنت. هنا نادين غادي تخلع بزاف، والموضوع ديال الصور ما غاديش تقولوا نهائيا للام ديالها لانها خافت من الفضيحه. فمباشره مشات للمقر ديال الشرطه وسحبات الشكايه، وقالت مع راسها صافي الا سحبت الشكايه راه غادي نتهنى وغادي يبعد مني. لكن بدون فائده، سامي بقى مستمر في التهديدات ديالو وديما كيحاول يتواصل معاها وهي غير كتسايس معاه. المهم دازت واحد المده، نادين حاولت انها تنسى هاد الشيء، رجعت للدراسه ديالها ورجعت كتلاقى مع الناس، وكل ما كتعرف على شي شخص كدوز واحد المده وما كيبغيش يكمل معاها. اي واحد تعرفت عليه كدوز اسبوع ولا اسبوعين وكيقلب عليها. بقات مستغربه من هاد الشيء اللي كيوقع ليها، حتى كتعرف من بعد بان سامي هو اللي منمور هاد الشيء كامل، وبان اي شخص كيتعرف عليها كيتمكن من انه يتواصل معاه وكيبدا يعايرو وكيهددو وكيقول ليه بعد من نادين. المهم هو كان باغي يتملكها
ويتحكم فيها وما يقرب ليها حتى شي واحد من غيره، واي حاجه قال ليها ديرها خاصها ديرها. بقات الامور بحال هكا حتى لواحد النهار نادين تعرفت على واحد الشاب الاسم ديالو دانيال. العمر ديالو 36 سنه، وهو بريطاني وعنده واحد الرغبه كبيره انه يدخل الاسلام. فمنين شاف نادين دايره الحجاب عرف بانها مسلمه وحاول يتعرف عليها باش يكون صداقات مع المسلمين ويتعرف على الدين الاسلامي اكثر. فبدا كيهضر مع نادين وطلب منها الرقم ديال الهاتف ديالها، اعطته ليه وبداو كيتواصلوا مع بعضياتهم. نادين بدات كتعاود ليه على اي حاجه كتعلق بالدين الاسلامي، اي معلومه بغاها او لاي سؤال كيطرحه كتجاوب عليه وكتحاول انها تساعده. وشويه بشويه بدات العلاقه بيناتهم كتطور، حتى لواحد النهار اللي غادي يعترف ليها دانيال بانه تيبغيها وباغي يتزوج بها. فما عرفتش نادين اشنو تقول ليه، لانه في نفس الوقت سامي كان مازال متربص بها ومازال كيتصل بها وكيسبها وكيهددها. المهم ما خلاهاش نهائيا تكون مرتاحه في حياتها، وما عرفتش كاع اشنو خاصها دير مع دانيال. واحد النهار دانيال غادي يطلب من نادين انهم يتلاقاو وغادي يديروا واحد الموعد، لكن في نفس النهار اللي مقررين انهم يتلاقاو فيه سامي كيفاجئ نادين وكيقول لها باللي راه قطع التيكي ديال الطياره وراه جاي عندها لبريطانيا باش يشوفها. قال لها خاصنا نوضعوا النقط على الحروف وننهيو هاد العلاقه هذه، وقال لها غادي نجيب معايا التصاور ديالك وغادي نعطيك تمسحيهم بيدك من التليفون باش تاكدي بانهم ما بقاوش عندي ونساليو علينا هادشي، لان العلاقه بهاد الطريقه هذه ما بقاتش عجباني. نادين هنايا غادي تنفس السعداء وغادي تقول اخيرا غادي نتهنى من هاد الكارثه. لغات الموعد ديالها مع دانيال ومشات مباشره للمطار، حيت كانت باغا غير تفك وتهنى من سامي باش تعيش حياتها طبيعيه. فعلا مشات عنده المطار وتلاقاو ومشاو بجوج للشقه ديالها فين ساكنه باش يتفاهموا. هادشي كان نهار 27 دجنبر 2014. نهار 28 العائله ديال نادين كيتواصلوا معاها. نادين طافيه كاع الهواتف ديالها، خوتها كيحاولوا يحاولوا والو ما كاين حتى شي رد. فهنا خوها غادي يتخلع وغادي يمشي مباشره عندها للشقه ديالها باش يشوف لا تمشي تكون واقعه ليها شي حاجه. منين دخل كيتفاجئ بسامي شادها وكيضرب فيها وتيغوت عليها، تيقول ليها انت كتخونيني، مستحيل نخليك، شكون هذا اللي كتهضري معاه، هادشي كامل كديريه مور ظهري. المهم لقاه كيضربها، والحمد لله انه دخل في هذيك اللحظه فكا منه وبقاو مشادين وكيتضربوا مع بعضياتهم. قال لي غادي تخرج برا ولا غادي نعيط لك للبوليس. فهنا سامي غادي يتوقف وغادي يهز حوايجو وغادي يمشي بحالاته. فهنا الاخ ديالها غادي يعاتبها وغادي يبقى يغوت عليها وغادي يقول لها علاش خبيتي لينا وما قلتيش لينا بانه جاي لعندك، وزيدها مدخله عندك للدار، واش مازال كتيقي في واحد بحال هذا، واش نسيتي داكشي اللي دار لك. المهم هنا نادين كانت منهاره وبقات غير كتبكي. حاول خوها انه يهدئها من بعد ووصاها انها عمرها تعاود تتلاقى معاه او تخليه يدخل المنزل ديالها، ولا اتصل بها ما تجاوبوش في مره. قالت لي نادين صافي كون هاني. دازت يومين، يوم 30 دجنبر العائله ديال نادين كانت كتوجد هذيك الليله باش تحتفل براس السنه، وبطبيعه الحال الاحتفال ما غاديش يكون مكمول الا ما حضرتش نادين وتجمعوا كاع الخوت. فغادي يتواصلوا معاها باش يطلبوا منها انها تلتحق بهم. ومره اخرى نادين كاع ما كتجاوب في الهاتف. مرات واحد المده قصيره حتى كيوصلهم اتصال من عند الشرطه وكيقولوا لهم باللي بنتكم لقيناها منتحره في واحد الفندق، وحاطه قدامها رساله كتقول فيها بانها صافي قررت انها تنهي الحياه ديالها وما قدرتش تصبر على هذوك المشاكل، واعتذرت من العائله ديالها ومن سامي. كان هذا الخبر صادم بزاف بالنسبه للعائله ديالها. الام ديالها قالت للشرطه باللي ما يمكنش انا بنتي تنتحر، انا بنتي مسلمه وعارفه بان هذا الشيء حرام، مستحيل تنتحر. قالت لهم الوحيد اللي غادي يكون من مور هذا الشيء كامل هو سامي، لانه ديما هي وياه في المشاكل وديما كان تبعها وما باغيش يتفك منها. وعاودت لهم كاع داكشي اللي كان واقع بيناتهم. البوليس غادي يبداو في البحث ديالهم باش فعلا يتاكدوا واش هي جريمه قتل ولا فعلا نادين انتحرات. غادي يفرغوا كاع الكاميرات ديال الفندق ويحاولوا انهم يعرفوا سامي فين كاين. وبالنسبه لنادين فالتقرير ديال الطب الشرعي لقى بانها مخنوقه، اي ان شي واحد خنقها. ومنين داروا ليها الفحص تبين لهم بانها ايضا تعرضت للاغتصاب والضرب والخنق.
قلبوا ايضا في الهاتف ديالها، لقاو بان اخر اتصال كان بينها هي وسامي. فذاك النهار فاش خرج خوها من الشقه ووصاها بانها ما تواصلش معاه، اتصل بها سامي وقال لها بلي راني نسيت التليفون والجواز ديالي عندك جيبيهم ليا، ومشى مباشره حجز واحد الفندق قريب من الشقه ديالها. وفعلا جات عنده نادين لهداك الفندق وجابت ليه المسائل ديالو، ومع 9 ديال الليل خرجت هي وياه ومشاو لواحد الكازينو. بقاو واحد المده ومن بعد خرجوا، وكان هو ماشي على الطبيعه ديالو لانه كان شارب وخدا ايضا حبوب مخدره. ومن بعد مشاو لواحد المطعم، وحتى من الناس اللي خدامين تما والزبائن لاحظوا بان هذا السيد ماشي طبيعي، وكذلك في التعامل ديالو مع نادين. كل شيء شافهم تيتناقشوا تيتخاصموا، كلمه منه كلمه منها. من بعد رجعوا للفندق حتى ل 11 ديال الليل، وتما شدتهم الكاميرات ديال المراقبه، وكانت هذيك هي اخر لقطه لنادين قبل ما تفقد الحياه ديالها. فمباشره فاش دخلوا للغرفه اللي حجز تما تعدى عليها وخنقها حتى ماتت، وكتب هذيك الرساله ديال الانتحار غير باش يبعد الشبهه عليه وما يشكوش فيه. ومنين خرج جاو العاملات ديال النظافه باش ينظفوا الغرفه، ولقاوه معلق على الباب ممنوع الازعاج. المهم الشرطه راقبت التحركات ديالو، لقاوه بانه مباشره فاش ارتكب الجريمه مشى للمطار وسافر للبحرين، ومن بعد مشى لقطر. حاولوا انهم يوصلوا ليه باي طريقه، وبتعميق البحث وبمساعده الشرطه القطريه غادي يقدروا انهم يتوصلوا بخط السير ديالو. لقاوه بانه سافر مره اخرى من قطر لتنزانيا، وهكا غادي يتواصلوا مع الشرطه التنزانيه، وغادي يتم اصدار مذكره بحث دوليه على سامي. وهذا البحث غادي ياخذ مده طويله تقريبا حتى دازت سنه، عاد غادي تمكن الشرطه التنزانيه انها تلقي القبض على سامي. غادي يلقاوه مخبي في واحد الغابه، وهذيك الغابه جايه قريبه للحدود ديال تنزانيا مع دوله اخرى. فهنا غادي يشدوه وغادي يسلموه مباشره للشرطه البريطانيه. تهمه كانت ثابته عليه، عارفينه بانه هو اللي قتلها، وكاع الادله كتبين هذا الشيء. بدات المحاكمه ديالو، والضابط اللي كان مكلف به قال لهم باللي سامي كان متعجرف ومتكبر وكان غير تيضحك. في الاول بقى تينكر، قال لهم باللي هي اللي انتحرت وانا ما عندي حتى شي علاقه بهذا الشيء. من بعد فاش زيروه وواجهوه بالادله بدات يقول لهم باللي هي اللي طلبت مني انني نساعدها باش تنهي الحياه ديالها، وانا نفذت داكشي اللي طلبت مني. المهم بقى غير كيخرجوا يدخل في الهضره حتى اعترف في الاخير بكل شيء. وفي الجلسه ديال المحاكمه الاخيره اللي كانت سنه 2016 القاضي غادي يحكم على سامي بالمؤبد بتهمه القتل العمد، مع امكانيه طلق السراح ديالو بعد 17 سنه، اي انه غادي يدوز 17 عام ومن بعد يمكن ليه يطالب بالافراج. المهم خدا الجزاء ديالو في الدنيا قبل الاخره. وهكا كتكون القصه ديالنا سالات. قولوا لي الراي ديالكم في التعاليق على النهايه المؤلمه ديال نادين، واش هي غلطات، واش ما كانش خاصها تثق في هذه المواقع ديال التعارف، لان الاغلبيه ديال العلاقات اللي كتكون من خلال هذه المواقع دائما ما كتنتهي بالابتزاز او الكذب او الخداع. شاركوني آراءكم في التعليقات، وإلا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا بالقناة مع تفعيل الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. كنشكركم بزاف على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.